السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بالبتنجانيتين الروميات دول نعملوا أحلى طبق بتنجان بالدقة ممكن تاكلوه في حياتكم، وأسراره تكاد جوزي عملها لي في الآخر غيرت الطعم 180 درجة. تعالوا اتفرجوا معايا وشوفي ايه هنعمله. بس قبل ما نبدأ ويلا دوسي لايك عاد عشان الناس تتفرج ومش هتعمل لايك. أول حاجة جبت البتنجان غسلته وقللت منه بالقشارة بتاعة البطاطس بتاع السودة، القشرة السودة قللتها ما شلتهاش كلها، وجيت قطعتها مكعبات وفتحتها بالطريقة دي عشان أول ما يتقلي نبدأ نحشيه بالخلطة اللي أنا عملتها. بعدين جيت شطفته تاني عاد ورشيت عليه شوية ملح عشان يبدأ ينزل مية تقال، يعني عشان ما يشربش زيت. بس والله لا يمكن في كل الحالات أشرب زيت البتنجان وخارب بيتنا يعني. جيت جبت الكبة الحلوة بتاعتي وكنت غسلت شوية الشطة اللي عندي وجيت بدأت نقطعهم. أنا قليلة أدب مسكتهم قطعتهم بإيدي، عايزة نقولكم إيدي مولعة نار دلوقتي لأني فتحتهم زي ما انتم شايفين، وشلت من القلب بتاعهم البذر ده شلته كله. فبصوا المنظر ده، أصلا الشطة مولعة فخلت إيدي زي النار مولعة لغاية دلوقتي، والله إيدي حالتها حال. فاللي هيقطع يلبس له كيس، يلبس له جوانتي، يلبس له أي حاجة عشان إيه الحرقان بتاع الشطة دي. جيت بعدين حطيت شوية الثوم وحطيت شوية خل، يعني نقولوا مثلا ربع مج مثلا، دول يعني اعتبريهم ربع مج مثلا. وجيت فرمتهم فرما جيدا وحطيت شوية ملح. بعد ما فرمتهم جيت تبصوا قاعد فيه شوية بذر. طبعا ما انا ما قدرتش نفعفع فيها زين ولا ننضفها كويس، يعني يا دوب شلت القلب بتاعها بس كان فيه شوية بذر طبعا زايغين من تحت ومن جوا في قرن الفلفل، فانا ما قدرتش ننظفها كلها، يعني كنت تشطفوه مثلا مش هتلاقوا فيها بذر خالص، ولكن ما يضرش يعني ما عملش حاجة معانا. فجيت شوية الدقة دول بعد ما خلطتهم وظبطتهم، جيت على النار حطيت طاسة وحطيت فيها شوية زيت، استنيت الزيت لغاية ما يقدح كويس خالص عشان هنسوي الدقة بتاعتنا. لاني لو عايزاها تعيش معاكي سويها على النار في شوية زيت زي ما انا هنعمل دلوقتي، اما لو تحشيها نية طعمها بيكون جميل ولكن مش هتعيش معاكي، يعني هتلاقي طعمها غير مع الوقت. جيت هنا حطيت الطاسة، بصوا ادي الولاعة مرضتش تولع معايا، ولعت بورقة. حطيت الطاسة وعشان نبدأ نقلي في حباية البتنجان. هنا شفت الزيت لقيتها خلاص سخن تمام، رحت كبيت عليه الدقة بتاعتنا وسبتها تاخد وتدي مع بعضيها وقعدت تغلي، يعني يمكن نقول خدت لها مثلا نص ساعة مثلا على النار لحد ما تلاقيها استوت كده. هتلاقيها هتشوفي شكلها هتلاقيها سبكت في بعضيها كده واستوت خالص. بعدين تروحي تحطي لها رشة سكر وتبقى كمان تمام جاهزة معاكي. بس جاني جوزي في الآخر حط لها تكة حلوة هتشوفوها معايا. جيت هنا على الناحية التانية في الطاسة التانية حطيت شوية زيت، كان في هنا نسينا لنا كم مكعب ما فتحناهمش، ادينا فتحناهم. وجيت حطيت البتنجان الرومي بعد ما قطعته وظبطته، اديني حطيته يتقلي على النار. ادي شلنا اول حطة، انا عملت كمية بصراحة، طبعا ما كلناهاش كلها مرة واحدة، ولكن كل ما تقعد في التلاجة كل ما كل ما تحلو، فعشان كده انا كترتها كلها مرة واحدة. بصوا ادي التكة دي عملها جوزي، جاب شوية كزبرة خضرا حطها فيها، وجاب ليمونة مخللة قطعها وحطها في الخلطة. يا اخوانا ودت الخلطة في حتة تاني خالص، يعني خلى طبق البتنجان ده راح في حتة تاني خالص. يعني مش كفاية ان هو حلو ان هو بالدقة، لا مع التكة دي يبقى حاجة تانية. بصوا طبق السلطة ده كمان هو اللي عامل، يعني طبق سلطة يا ابوي يلا في قلبك. وادي كان منظر البتنجان بتاعنا النهاردة بالدقة، هناكله فيه مش هنشبعه، يعني والله هناكله فيه وحراق نار، بس هناكله فيه اكل مش هنشبعه. ادي هو طبق السلطة وشوية مخلل اللفت وظبطنا الاداء النهارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك، اهم حاجة اللايك، اعملوا له لايك يا اخوانا، اتفرجوا مش تعملوا لايك. يلا سلام عليكم.